السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على طريقه حلوه قوي لتفريز الملوخيه والباميه. ميزه الطريقه دي انها بتخلي الخضار محتفظ باللون الاخضر الجميل طول فتره تخزينه في الفريزر، ووقت ما بنطبخه بيبقى كاننا لسه شارينه فريش. اول حاجه بعملها بغسل الباميه كويس قوي قبل ما اشيل القمع بتاعها. بصوا الكيس ده كان عندي في ديب فريزر بقاله فتره، وزي ما انتم شايفين كده لسه لونها اخضر رغم ان هي بقالها فتره في الديب فريزر. الملوخيه كمان اتغسلت واتقطفت. بجهز معايا حلتين فيهم ميه، وبستنى لما الميه دي تسخن قوي او تبقى داخله على مرحله الغليان ابدا اضيف فيها الخضار. اول حاجه هنا انا نزلت الباميه، وزي ما انتم شايفين كده انا مش هضيف عليها اي حاجه خالص، لا سكر ولا ملح ليمون ولا اي حاجه خالص. هستنى عليها اول ما تاخد اول غلوه ولونها يتغير، بعد كده هخرجها. بالنسبه للملوخيه نفس القصه. اول ما الميه تسخن قوي هبدا اضيف ورق الملوخيه وهنزله كله في الميه. لازم الورق كله يبقى تحت الميه، تمام، يبقى ملامس الميه كلها. هندي الباميه تقليبه، والملوخيه برضو تقليبه من وقت للتاني لحد ما تاخد اول غلوه. لو تلاحظوا معايا ابتدى اللون يبقى احلى، بيبقى باللون الخضار اخضر زاهي كده غير اللون اللي قبل كده. بجهز معايا بولة فيها مية ساقعة وتلج عشان أبرد فيها البامية، وزي ما انتوا شايفين كده ببدأ أطلعها بالكبشة وأصفيها من المية السخنة خالص وأنزلها مع التلج. ممكن كمان نصفيها كلها بمصفى كبيرة مرة واحدة ونضيفها على التلج مباشرة. ميزة طبعا التلج هو طبعا ده اللي بيحافظ على اللون الأخضر بتاعها، لأن طبعا احنا بنغير الوسط بتاعها من سخن قوي لبارد قوي، فبتحتفظ باللون الأخضر. نفس القصة بالنسبة للملوخية، هطلعها برضو واضيفها على التلج على طول، ولازم يبقى تلج لأن طبعا درجة الحرارة بتاعتهم بتبقى سخنة قوي واحنا عايزين نبردها بسرعة. فأفضل حاجة ان احنا يبقى مية ساقعة وتلج مع بعض. بعد ما تبرد خالص ابدا اعملها في الخلاط. معايا هنا بقى بضيف جزء من الملوخيه وبضيف معاها تلج، يعني هي كميه بسيطه خالص، ما بتعملش اي حاجه، بالعكس دي بتساعد الملوخيه على انها تتفرم اسرع، ودي ما بيأثرش عليها خالص. زي ما انتم شايفين كده انا هشيل الغطا بتاع الخلاط واوريكم. هتتخلط كويس قوي لحد ما تنعم وتاخد القوام اللي احنا عايزينه. تمام. وممكن تتضرب في الكب عادي او هاند بلندر، بس هو افضل حاجه ليها الخلاط. هبدأ افضيها في اي بولة عندي. شايفين ان لونها جميل قد ايه، والقوام بتاعها سميك جدا. هعمل معاكم واحدة كمان. طبعا بقية المية دي انا هستغنى عنها، مش هستخدمها كلها، انا بحط بس شوية تلج بسيط معاها. تمام. لونها تحفة وطعمها خطير وما بتفرقش خالص عن الفريش. طبعا الملوخية الفريش طبعا لا يعلى عليها، بس طبعا احنا من وقت للتاني ما بتبقاش فيه ملوخية، فبدل ما نشتري الجاهزة اللي في الاكياس اللي بتتباع نعملها احنا في البيت وبيبقى طعمها احلى مليون مرة. بعد كده هشوف اي دورق عندي او برطمان كبير وابدا احط فيه كيس وافتحه بالشكل ده عشان اقدر اتحكم في الملوخيه وانا بفضيها، لان طبعا احنا عارفين انها سايبه جدا، فبيبقى صعب قوي ان احنا نحطها في الكيس عشان ما نبهدلش الدنيا. واحط فيه الكميه اللي انا بستخدمها. تمام. بعد كده بخرج الهواء من الكيس بالشكل ده. بصوا جميله ازاي. كفايه انها نظيفه وضامنين ان احنا غاسلين الخضر كويس قوي ومفيش مواد حافظه فيه. بجد جربوا الطريقة دي وانا واثقة ان انتوا هتدعولي. الطريقة دي انا واخداها من ماما، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويديها الصحة والعافية، وهي دايما بتعملها وانا اتعلمتها منها. بصوا حلوة جدا، وبتسيبي الكيس زي ما هو كده في الديب فريزر وتحطي بقى الكمية بتاعتك كلها، عايزة تربطيه وتعقديه مفيش مشكلة. بالنسبة للبامية هصفيها طبعا من المية والتلج اللي عليها، وطبعا هي بردت خالص، وهبدأ احطها برضو في الاكياس زي ما انتوا شايفين، وهحط الكمية اللي انا بستخدمها على قد الطبخ بتاعي. بصوا جميل لونها قد ايه. وبقى في الكيس انا بحب احط الاكياس في دي فريزر مبططه، يعني انا مش من النوع بحب احطهم مكورين كده، لا، بحس ان هي كده ما بتاخدش مساحه كبيره، غير انها بتبقى سهله قوي وقت الطبخ. بالنسبه للملوخيه لما نيجي نطبخها بنطبخها وهي فكه، يعني بنطلع الكيس ونسيبه لحد ما يفك خالص وبعد كده نطبخه. لكن الباميه بنطبخها وهي مجمده، بنخرجها من الكيس ونضيفها مع الصلصه والشوربه على طول. اتمنى اكون فدتكم النهارده، واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير. دمتم بصحه وهنا.